فضل المحبة في الله. الحب في الله والبغض في الله من أهم خصال الإيمان ومن أوثق عروة الإيمان، بل هي أوثق عروة الإيمان، الحب في الله والبغض في الله. وهذا وصف المؤمنين، يتحابون في الله ويتعاونون على البر والتقوى ويتواصون بالحق. قال تعالى في وصف الصحابة: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. فهم بينهم رحماء متحابون في الله متناصرون متعاونون على البر والتقوى، لكنهم يبغضون أعداء الله ويتبرؤون من أعداء الله. ويقول جل وعلا في وصف الصحابة أيضا من الأنصار: والذين يتبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم، وهم الأنصار. هذا من كمال إيمانهم ومن قوة إيمانهم محبتهم لمن هاجر إليهم ومواساتهم له، أحبوهم وواسوهم من أموالهم رضي الله عنهم وارضاهم، وآثروا على أنفسهم. قال تعالى: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. آثروا إخوانهم المهاجرين بأشياء كثيرة على أنفسهم. ويقول جل وعلا: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. الآية.